في خطوة هامة على المستوى الدولي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية لمصر. الزيارة دي مش مجرد لقاء تقليدي بين قادة الدول، لكن فيها رسائل قوية وأهداف استراتيجية لكل البلدين. في الفيديو ده هنتكلم عن السبب وراء الزيارة، الرسالة اللي السيسي بيوصلها، والاتفاقيات اللي تم توقيعها بين مصر وفرنسا. الزيارة دي مش أول زيارة ما بين السيسي وماكرون، لكن الأوضاع الحالية في المنطقة بتفرض ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا. الزيارة جاية في وقت حساس على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية اللي بتمر بها المنطقة. من المعروف أن مصر وفرنسا بينهم تعاون قوي في مجالات كتير زي الأمن، الدفاع والتجارة. الزيارة دي أيضاً بتأتي في وقت حساس على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ودي نقطة مهمة في النقاشات اللي جرت بين الزعيمين. الرئيس السيسي في زيارته بيحاول يوصل رسالة قوية بأن مصر شريك استراتيجي لدول أوروبا وفرنسا تحديداً في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. الرسالة دي بتؤكد على دور مصر البارز في استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها الكبير في محاربة الإرهاب. كمان مصر بتسعى لتعزيز قوتها الاقتصادية من خلال التعاون مع شركاء دوليين مثل فرنسا. في مشهد آخر من الزيارة، الرئيس السيسي اختار أنه يمشي في أحد أزحم الأماكن في القاهرة. الخطوة دي مش مجرد تصرف عادي، لكن كانت رسالة واضحة. السيسي من خلال مروره في الزحام أراد أن يظهر أن مصر رغم التحديات قادرة على الحفاظ على النظام والتنظيم وسط هذه الظروف، ويعكس الصورة الحقيقية لمصر المتجددة والقوية. وكمان كانت دي رسالة للاحتشاد الشعبي الكبير في المنطقة، واللي بتأكد أن مصر على الرغم من كل التحديات لا تزال تسعى لتحقيق استقرار داخلي وخارجي معاً. التصرف ده كان له تأثير كبير على الناس، وأظهر التزامه بمواجهة التحديات بكل عزيمة وقوة. أثناء الزيارة تم توقيع عدة اتفاقيات هامة بين البلدين، بعضها يتعلق بالاستثمار في مشروعات ضخمة في مصر مثل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة لتعاون في مجالات التعليم العالي والنقل والتكنولوجيا. أحد أبرز الاتفاقات كان في مجال الدفاع، حيث تم توقيع عقود لشراء معدات عسكرية جديدة من فرنسا، وهو ما يعكس العلاقة العسكرية القوية بين البلدين. من أهم جوانب التعاون بين مصر وفرنسا هو التعاون الثقافي، خصوصاً في مجالات الفنون والتعليم. التعاون في هذه المجالات يهدف لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وزيادة فهم كل طرف للآخر، وتطوير علاقات أعمق بين شعوبهم. الزيارة دي مش مجرد زيارة رسمية، ولكنها بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وفرنسا. التعاون المشترك بين البلدين سيعزز استقرار المنطقة، ويعطي دفعة قوية لمصر في سعيها لتحقيق أهدافها التنموية. ورسالة السيسي كانت واضحة: مصر ملتزمة بالاستقرار الإقليمي والتعاون مع شركائها في العالم،